لما نيجي نتكلم عن تاريخ الفراعنة هنرجع بالذاكرة لورا قوي وهنوصل عند أشهر المؤرخين المصريين وبالتحديد المؤرخ اللي اسمه مانيتون السمنود. طبعا الموضوع ما بيقفش لحد مانيتون، بعد مانيتون بيجي مجموعة من المؤرخين بيمسكوا ال 30 أسرة بيقسموهم حسب فترات القوة والضعف، يعني بيروحوا مقسمينهم مثلا لحوالي 7 فترات، السبع فترات هنا بيراعوا حتة التسلسل، يعني مثلا بيبدأوا بالدولة القديمة اللي هي كانت فترة قوة، بعدها الدولة الوسطى برضه كانت فترة قوة، بعدها بقى الدولة الحديثة برضه كانت فترة قوة. بس هنا بيلاحظوا ان بعد كل فتره قوه كانت بتيجي فتره ضعف، يعني مثلا بعد الدوله القديمه يجي فتره اسمها فتره الانتقال الاول، بعد الدوله الوسطى يجي فتره الانتقال الثاني، بعد فتره الدوله الحديثه تيجي هنا بقى العصر المتاخر او الانتقال الثالث، وقبل السته دول كلهم بيسبقهم فتره اسمها العصر العتيق. تبدا الاسرات هنا مثلا بالعصر العتيق وبدايه مع الملك مينا اللي كل الناس عارفاه احيانا باسم الملك نعرنا، وده هو اللي وحد القطرين، على اعتبار ان مصر كانت مقسومه لمملكتين شمال وجنوب، هو قدر يوحد الاثنين في مملكه واحده. الكلام ده سنه 3200. طبعا خد بالك الملك مينا هنا لما وحد القطرين تعتبر دي الوحده الثانيه، لان كان في ملك قبل موحدها سنه 4242. وهنا الراجل هيختار عاصمه جديده لدولته وهيأسس مدينه اسمها مدينه منفر، او اللي احنا بنسمع عنها بعد كده باسم مدينه منف، اللي هي بمعنى صح في منطقه الجيزه، وبالتحديد اكتر المنطقه دي اسمها منطقه 100 رهينه. الخلفاء بتوع الملك مينا الناس اللي جاوا بعده في الاسره الثانيه كانوا محافظين على وحده البلاد بنفس الطريقه لحد ما بتنتهي فتره العصر العتيق على ايد ملك في النهايه اسمه دجه دجه. ولكن بعد كده بتظهر فتره متميزه شويه، فتره في مصر بتبدا من حوالي الاسره الثالثه للاسره السادسه. الفتره دي المعروفه عندنا اصطلاحا باسم عصر الدوله القديمه، او الاسم الشهير بتاعها عصر بناة الاهرامات. وطبعا لو سالت اي حد هو ليه سميت بعصر بناة الاهرامات هيقول لك لان الملوك بتوعها بالتحديد كانوا بيهتموا ببناء الاهرامات زي ما هنشوف دلوقتي. يعني مثلا كان من اشهر الملوك دي مثلا وليكن الملك زوسر، ده يعتبر بدايه الاهرامات وبالتحديد الهرم المدرج اللي كنا نسمع عنه. بعد كده الملك سنفرو ده برضه ابتدى يبني اهرامات، ونيجي بعد كده للناس الاشهر خوفو وخفرع ومنكورع. ولكن للاسف الفترات دي مش هتدوم قوي لحد ما تيجي الاسره السادسه وبالتحديد نهايتها. كان في ملك اسمه بيبي الاول ده كان قوي، هيجي من بعده هنا الملك بيبي الثاني، وبيبي الثاني ده يا جماعه على فكره متصنف انه اكتر ملك حكم اطول فتره في مصر. تخيل ان الملك تم تنصيبه على العرش وعنده 6 سنين وقعد يحكم لمده 94 سنه ومات وعنده 100 سنه. بعد الملك بيبي الثاني بتخش البلاد هنا في مرحله من الفوضى بنسميها عصر الانتقال الاول، الاسرات بتاعتها بتبدا من الاسره السابعه للاسره العاشره. طبعا كعاده حياه الدول عموما اي دوله بتنهار بنلاحظ ان الملك يضعف حكام الاقاليم نفوذهم يبتدي يزيد، يعني بمعنى صح حاكم الاقليم شغلانته انه يجمع الضرائب ويبعتها للملك، لا بقى يجمع الضرائب ويخليها مع نفسه، يعني الملك بعت له وقال له ابعت لي الضرائب يقول له شوف لك حته العب فيها. طبعا اللي جمد قلب حاكم الاقليم في اللحظه دي احنا لازم نلاحظ هنا ان هو هنا مستغل فتره ضعف الحاكم، لان لما الحاكم قوي ما يقدرش يعمل معاه حاجه زي كده. وبتنتهي الاسره العاشره هنا على ايد ملك اسمه ماري كارع، وهنا بتنتهي فتره الانتقال الاول وبتبتدي الدوله تخش فتره حلوه شويه اسمها فتره عصر الدوله الوسطى، او اللي احنا احيانا بنسميها والمؤرخين عصر الدوله الوسطى او عصر الرخاء الاقتصادي. بالمناسبه الفتره دي بتبدا من الاسره ال11 للاسره ال12، وعلى فكره في بعض المؤرخين بيقولوا انها بتبدا من الاسره ال11 للاسره ال14. طبعا احنا اتفقنا ان الدوله هنا طالعه من فتره انتقال اول، يعني بمعنى صح فتره من الضعف. يمسك هنا الملك الاول منتو حتب الثاني وبيبتدي يرجع وحده البلاد تاني، وبيعمل اللي ما قدروش يعملوه بتوع الانتقال الاول، انه يخضع حكام الاقاليم عشان يحقق الاستقرار. بعد كده بيجي الملك امنمحات الاول اللي بياخد العاصمه من مدينه طيبه الى مدينه اسيد تاوي. بالمناسبه مدينه طيبه في الاقصر، اسيد تاوي بقى عندنا احنا هنا في مركز العياط في قريه هنا اسمها قريه الليش. طبعا العصر ده كان شهير جدا بيتعاقب عليه بعض الملوك بنسميهم ملوك عظام او ملوك عظماء، اشهرهم مثلا امنمحات الثالث وسنوسرت الثالث. ومعظم الناس دي يا جماعه كان كل مشروعاتهم يا اما تشييد وبناء يا اما مشروعات زراعيه، عشان كده احنا اتفقنا ان العصر ده سمي بعصر الرخاء الاقتصادي. بعد كده الحكم بيروح لواحد اسمه امنمحات الرابع. بعد امنمحات الرابع ما بيموت بنته بتمسك الحكم اسمها سبك نفرو رع، ودي على فكره تاريخيا هي اول امراه تتولى عرش مصر، حكمت حوالي 4 سنين ولكن يقال ان ما كانش ليها ورثه، فبما ان ملهاش ورثه ولما ماتت البلاد دخلت في مرحله انهيار من جديد، خاصه ان هي اصلا لما ماتت كانت ضعيفه. نخش بقى في عصر ضعف جديد وهو عصر الانتقال الثاني، الاسرات بتبدا من 13 ل 17. ما اتفقنا طبعا ان في بعض المؤرخين بيقولوا لا عصر الدوله الوسطى بينتهي مع الاسره ال14 وعصر الانتقال الثاني بيبدا مع الاسره ال15 للاسره ال17. طبعا البلد هنا بتعيش موقف ما تحسدش عليه اطلاقا، وهي هجمات الهكسوس اللي بيجوا لها هنا من اسيا، وبيحتلوا البلاد وبيقعدوا في حته بالتحديد اسمها منطقه اواريس. اواريس النهارده اللي هي مدينه او منطقه تل الضبعه في محافظه الشرقيه. وطبعا اخر ملوك فتره الانتقال الثاني هم الملوك بتوع طيبه اللي وقفوا ضد الهكسوس، كان اشهرهم الملك سكن الرع وابنه الملك كابوس، واللي هيختم الموضوع ويبدا الحلقه الجديده معانا وهو الملك احمس. احمس يا جماعه بيعمل جيش قوي وبيقدر يطرد به الهكسوس، وبيعتبر هنا احمس مؤسس الدوله الحديثه.
طبعا الدوله الحديثه بتبدا فعليا من الاسره ال 18 للاسره ال 20، وهنا المؤرخين بيسموهم عصر المجد الحربي، وده لان الفترات اللي عاشت فيها الملوك هنا بالتحديد في الاسره دي او في الفتره دي بالتحديد كانت معظم الشغل بتاعهم حروب ومعارك. من بعد احمس بتيجي ملكه مشهوره كده شويه اسمها الملكه حتشبسوت، ومحدش في التاريخ ما يعرفش مين هي حتشبسوت. دي من اشهر النساء اللي مسكت حكم مصر، وكانت الست دايما بتميل للسلام وعملت علاقات تجاريه مع معظم الدول المجاوره، اشهرهم بلاد بونت. بعد كده بيجي القائد العظيم وهو تحتمس الثالث. الراجل ده كان من اعظم انتصاراته انتصاره على امير قادش، وبالتحديد في معركه اسمها معركه مجدو، لان امراء اسيا كانوا مكونين حلف ضد مصر، وقدر ينتصر عليهم هناك في منطقه اسمها منطقه مجدو في فلسطين. بعد كده بيجي واحد بيليط الدنيا خالص، هو اخناتون او المعروف باسم امنحتب الرابع. الناس اللي فاتت كلها كوم وده لوحده كوم تاني، كلهم بيهتموا بالجانب العسكري، ده بقى خد الجانب الديني، ابتدى بقى يلغي عباده الاله امون ويدعي لعباده جديده اسمها اتون، لحد ما الكهنه بيعملوا ثوره عليه وبيقتلوه. طبعا البيه هنا كان مهمل الجانب السياسي خالص، لدرجه ان الاملاك والامبراطوريه بتاعت مصر اللي موجوده في الدول الخارجيه كلها انهارت. يجي يمسك بعد واحد برنس كده وحلو اسمه حور محب. عمنا حور محب بيبقى كل شغله الشاغل انه يحاول يرجع الاستقرار تاني بسبب الفوضى اللي حصلت في عهد اخناتون. يجي من بعده بقى رمسيس الثاني اللي هيشيل على كتفه هنا حته انه يرجع امجاد مصر تاني والامبراطوريه اللي كانت ممتده بره الحدود، وبالتحديد في معركه اسمها معركه قادش ضد الحيثيين، وهنا لو كلنا عارفين بتحصل اقدم معاهده سلام في التاريخ، او نقدر نقول اول معاهده سلام. بعد كده بنخش على فتره اسمها فتره الاضمحلال الثالث، ودي بتبدا من الاسره ال 21 للاسره ال 25. بعد كده الدوله يا جماعه بتخش في مرحله يرثى لها، وهي العصر المتاخر اللي بيبدا من الاسره ال 26 للاسره ال 30. ولكن على الرغم من ان الفتره دي فعلا كانت فتره متاخره زمنيا ومتاخره في كل شيء، الا ان كان في بصيص من الامل في الاسره ال 26، وكان فيهم اشهر ملكين، الملك بسماتيك الاول والملك نخاو الثاني، واللي قدروا يعملوا الى حد ما بعض الاصلاحات. وما ننساش هنا الملك نخاو الثاني صاحب فكره الدوران حول افريقيا. بعد كده البلاد بتقع تحت الاحتلال الفارسي، ومن بعده الاحتلال اليوناني. الاحتلال اليوناني بيجي على البلاد سنه 31، وبيتم هنا القضاء على اخر ملكه مصريه وهي الملكه كليوباترا السبعه في معركه اكتوم البحريه. لكن خد بالك في بعض المؤرخين بيقولوا ان التاريخ الفرعوني ما كانش للاسره ال 30 بس، ده كمان كان في الاسره ال 31 اللي عملوها الفرس، ومسك فيها كمان 3 حكام، اوخوس وارسيس وقدومان، والفتره بتاعتهم دي كلها بتنتهي بغزو الاسكندر لمصر سنه 331، وبكده يتم اسدال الستار على اخر حقبه موجوده في تاريخ الفراعنه اللي امتدت لفتره طويله جدا من الزمن. اتمنى في النهايه يكون الفيديو عجبكم، ولو عايز تشوفنا تاني وحابب تتفرج علينا اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد.